السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم جديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية والتطبيقات الفيك والتطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه اوديو ستريتش. تطبيق مساحته 3 ميجا و7 من 10، محمله اكتر من مليون شخص على مستوى العالم. عن طريق التطبيق ده تقدر ان انت يعني التطبيق ده خاص بالناس اللي هم الفنانين المغنيين، الناس اللي بيحبوا يغنوا، بيحبوا يقطعوا، يعملوا مقاطع الصوت بتاعتهم يقطعوها، يعملوا ابطاء للاغنيه بتاعتهم اللي هم بيغنوها، تكرار، تغيير درجه الصوت لقطعه موسيقيه بتحاول تعملها. كمان بتقدر عن طريق التطبيق ده يمكنك تغيير سرعه ملف الصوتي بتاعك. يعني انت محمل اغنية، محمل نغمة، عايز تغير السرعة بتاعتها، سرعة الكلام، بتقدر انت تبطأ وتسرع زي ما انت عايز دون التأثير على طبقة الصوت. كمان بتقدر تغير درجة الصوت دون تغيير السرعة بتاعته. فهو تطبيق كويس بالنسبة للناس اللي هم الفنانين المغنيين، الناس اللي بيحبوا يدندنوا، بيحبوا يغنوا، بيحبوا يسجلوا الأغاني بتاعتهم، بيحبوا يعملوا اي حاجه من الحاجات دي. بتقدر ان انت تغير من درجه الصوت بتاعتك، بتقدر ان انت تنقي، بتقدر ان انت تبطأ، تكرر، تغير، تعمل كل الحاجات دي. فالتطبيق ده طبعا كويس بالنسبه للناس اللي هم اللي ايه، اللي بيحبوا يغنوا. التطبيق ده طبعا صغير. التطبيق مشكلته ان هو مش تطبيق مجاني، مشكلته ان هو تطبيق بيتضمن اعلانات، وتقدر ان انت تشتري التطبيق بعد ما تحمله. تطبيق لسه جديد، تطبيق التقييمات بتاعته العامة واخد 3 نجوم و2 من 10. فتطبيق كويس يعني بالنسبة للناس اللي هي بتحب تغني وتنقي الصوت بتاعها وتنزل مقاطع الصوت بتاعتها على الانترنت، سواء على التيك توك، على فيسبوك، على ساوند كلاود، على اي حاجة من الحاجات دي. فالتطبيق ده هيكون معاهم كويس. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق لا تدوس لايك للفيديو. لو عايز شرح تطبيق معين لا تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزة او عيب في التطبيق للتطبيق غير اللي احنا قلناهم يا ريت تكتبها لنا في الكومنت، في تعليقات الفيديو. احنا هنا قناة خدمية بنساعد بعض، بنفيد بعض. ولو اكتشفت اي ميزة او عيب اكتبها لنا وعرفها لنا، وكلنا نساعد بعض وكلنا نفيد بعض. شكرا، سلام عليكم.